دلوقتي في 4 اعترفوا: ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال. لكن لغاية اللحظة دي كان عرابي وعبد الرازق ما اعترفوش، وعبد الرازق لغاية آخر وقت كان بيقول أنا مظلوم منهم لله. أما عرابي فكان حويط جدا، يعني كان وهو داخل وخارج من عند ريا كان بيبقى حويط قوي إن حد يشوفه. وكان معروف طبعا إن عبد الرازق وعرابي فتوات، حتى الشهود وهم في التحقيق كانوا بيتعمدوا ما يجيبوش سيرة عرابي وعبد الرازق. يعني مثلا أبو أحمد النص لما سألوه عن عرابي وعبد الرازق قال ولا عمري شفتهم بيدخلوا حارة النجا. وحسب الله ساعتها قال له انت بتقول كده علشان خايف منهم، علشان هم فتوات. وحسب الله وجه كلامه لابو احمد النص وقال له بقى يا راجل مش فاكر اليوم اللي دخل عبد الرازق عندك البيت وقلب لك الدفايه؟ لكن اول الناس اللي شهدوا ضد عرابي سيده سليمان جاره سكينه ومرات محمد السمني. قالت ايه بقى؟ قالت انا شفت راجل ابيض وقصير شويه وجسمه مليان وكان لابس جلابيه زرقاء وكان قاعد جوه مع سكينه والست العوره، تقصد فاطمه عبد ربه شيخه المخدمين. وقالت سيده انا لو شفته تاني هتعرف عليه. طيب دلوقتي لازم دليل ان عرابي كان شريك معاهم، لأن عرابي مازال بينكر وبيقول أنا بريء. وبشهادة عبد العال إن عرابي كان معاهم وشريك معاهم وكان بينفذ معاهم الجرائم. ولما واجه عرابي بعبد العال، عرابي قال ده كذاب. فالمحقق قال له هيكذب ليه؟ هو خلاص اعترف على نفسه، يعني مش هيستفيد حاجة إنه يجيب اسمك في الموضوع. وعبد العال كان عايز يثبت بأي شكل إن عرابي كان بيجي وبيقعد معاهم وبيسهر معاهم في بيت الكامب، واستعان بواحد اسمه أحمد الكيال كان برضه بيجي يسهر معاهم. وأحمد الكيال برغم إنه كان بيقعد معاهم وبيشوف عرابي إلا إنه خاف من عرابي وأنكر. طب مين بقى اللي شاهد في موضوع عرابي وأثبت صلة عبد الرازق بحسب الله بعرابي؟ محسن السقا ده أجر أوضة في بيت أم حسين في الدور التاني، البيت اللي في حارة علي بيك الكبير، ولقح كلام على حسب الله على إن هو يعني ورايا وسكينة شغالين الشغل ده، وحسب الله اتخانق معاه وحصل بينهم اشتباك بالإيد. فمين بقى اللي فض الاشتباك ده؟ عرابي وعبد الرازق، ما هم فتوات بقى. وقالوا له انت ما تعرفش ان حسب الله ده تبعنا؟ ولما شهد محسن السقا الشهادة دي المحقق كان سعيد جدا، أخيرا في حد شهد إن عرابي وعبد الرازق ليهم صلة قوية بحسب الله. طيب كمان أم نظلة قالت إن عرابي كان على علاقة بنظلة، لكن عرابي أنكر ده. فأم نظلة استشهدت بمين؟ بنت اسمها شفيقة. البنت دي كانت شغالة في البغاء وكانت عارفة بعلاقة عرابي بنظلة. عيشة دي كانت تعرف عرابي وتعرف عبد الرازق وكانت بتروح بيت الكامب. وعيشة دي قالت لأم نظلة بلسانها عرابي قتل نظلة يا خالتي. ولما استدعوا شفيقة في الأول ما كانتش راضية تتكلم لأنها كانت خايفة من عرابي، لكن لما المحقق ضغط عليها اتكلمت. اللي عرابي بقى ما توقعوش إن شفيقة دي تشهد ضده لأنها كانت بتخاف منه جدا، وهو كان متأكد إنها لا يمكن تتكلم. وسليمان بك كان سعيد جدا باعتراف شفيقة وواجهها بعرابي. عرابي كان فاكر إن شفيقة لما تشوفه هتخاف ومجرد ما يبص لها هترتعش، لكن ده ما حصلش. شفيقة كانت واقفة بعين قوية وقالت له أيوة أنت عرابي وأنا أعرفك. واعتراف شفيقة كان جريء جدا في وش عرابي، وقالت له أنت اختليت بيا 3 مرات غصب عني، وأول مرة شفتني كانت في إيدك الخرزانة وخدتني من إيدي ودخلت بيا على الأوضة وضربتني واعتديت عليا. وقالت له وأنت رفيق نظلة وكنت بتيجي معاها كتير عند ريا في بيت الكامب. أما عرابي فكان بيبص لها باستهزاء وبيقول أني ما نبصش لواحدة زي دي. وعرابي بص لشفيقة وقال لها بقى أني نبص لواحدة زيك؟ قالت له اه ومش انت وبس، ده كمان عبد الرازق. وقالت اني كنت قاعده في الدور التاني في البيت اللي فيه المحششه وكنت قاعده بنضف وزه، لان الليله دي كانت موسم نص شعبان، وعبد الرازق دخل وشدني بالعافيه وكمان ما ادانيش ولا مليم. وعرابي بص لها تاني باستهزاء وقال لها بقى عبد الرازق يبص لواحده زيك انتي؟ ده متجوز ست مليحه وزي القمر، مليحه يعني حلوه. ورد عليه سليمان بيك وقال له طب ما انت تعرف عبد الرازق اهو بتدافع عنه، امال في الاول قلت ليه ان انت ما تعرفوش وملكش علاقه بيه وان هو مش صاحبك؟ وعرابي حاول يهرب من الحتة دي بكذبة هبلة، لكن سليمان بيك ما صدقهاش، يعني قال له ان انا شفتها بالصدفة مع عبد الرازق وشفتها انها ست جميلة. وسليمان بيك قال له ليه ما تكونش اخته؟ ايه اللي خلاك تجزم وتتأكد ان هي مراته؟ وبص عرابي تاني لشفيقة وقال لها ولما انت كنت عارفة كده ما شهدتيش عليا من الاول ليه؟ وردت قالت له ماني كنت خايفة منك ومن رجالتك. واضح ان عيشة كانت متغاظة منه جدا هو وعبد الرازق وكانت بتشهد عليهم بكل حزم. وعرابي سألها سؤال قال لها طب لو انتي تعرفيني كويس أني ساكن فين؟ قالت له انت ساكن في السبتية. وبصت لسليمان بيك وقالت له لو عايز حضرتك تيجي معايا وانا اوريك بيته، وبالأمارة جنب بيته واحدة بتبيع سمك. وعرابي قال لسليمان بيك ما لازم تكون تعرف بيتي، دي بنت بتلف وتدور طول النهار وبتبيع كرات وبصل.
المهم إن عرابي فضل يراوغ كتير جدا، عايز يثبت بأي شكل إنه ملوش علاقة بالقتل. ولما واجه عرابي برايا، فعرابي بص لرايا وقال لها بذمتك أني قتلت؟ لكن دلوقتي بقى في كذا شاهد قال إن عرابي على علاقة بنظلة، وكمان إن عرابي كان بيدخل بيت الكامب عند رايا، منهم سيدة سليمان وأم نظلة وشفيقة وخضرة بياعة البرتقان، ده غير كمان محسن السقا وشهادة محمد خفاجة قبل كده إنه كان بيشوف عرابي في بيت الكامب، وأقوال المتهمين الأربعة ريا وسكينة وعبد العال وحسب الله إن عرابي وعبد الرازق شركائهم في جرائم القتل. وكمان المحقق لما استدعى بديعة وواجهها بعبد الرازق وعرابي وقالت وحياة ربنا عبد الرازق وعرابي قتلوا معاهم. وأخيرا وبعد شهرين من التحقيق المستمر، ويوم 13 يناير سنة 1921 اتوجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة للمتهمين ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق، وتهمة الاشتراك في القتل لأم أحمد النص وزوجها أبو أحمد النص، وتهمة إخفاء مصوغات مسروقة للصائغ علي محمد حسن. وعشان ما اطولش عليكم استنوني في فيديو جديد، وما تنسوش لايك للفيديو وفولو واشتراك لقناة حكاوي إيمي حمدي على اليوتيوب. وبس كده، سلام عليكم.